مصر وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من 10 فجر نفسه في مجموعة فانت السبب. انا بنذرك يا سيسي، احذر اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم. احذر، وهذه رسالة واحد من ملايين. بقول لك يا سيسي احذر يا سيسي، انت عملت طالبان وانت عملت قاعدة جديدة في مصر، انت اللي صنعت الارهابيين. واقول لك كده وخد الكلام ده عبرة وبكرة تشوف. انا بعتذر لكل شعب مصر على الفيديو اللي استخدم استخدام غلط، وكان الفيديو ده ليه ظروف ان هو كان ساعة غضب، كان يوم 3/7 بعد البيان، وخفت على مصر وخفت على اهل مصر وخفت ان احنا نبقى في حرب اهلية او ان احنا نقتل في بعضينا او تبقى في مشاكل وتبقى وناس تتصرف بمزاجها والناس مش مسؤولة عن تصرفاتها. حذرت من كده، حذرت ان يبقى في ارهاب او يبقى في حاجة وحشة او في حرب اهلية. ده خوف على البلد. بس التعبير خني لان كان في غضب، وكان في غضب في الشارع، والناس كانت بتتصرف تصرفات غريبة، ناس تكسر العربيات. خفت من الناس دي ان هي تتصرف تصرفات مش مظبوطة وتحرق البلد. خفت ان الناس دي تنحرف عن الطريق وتشكل جماعات. انا خايف من الدم. كل الدم دم مصري، وكل الناس دي كلها مصريين وعايشين على ارض مصر. ليه نقعد نقتل في بعضينا؟ وليه نقعد نقتل في بعضينا؟ نتقتل في سينا ويتقتل هنا ويتقتل هنا. كلنا مصريين.